بغيناها السي، شكون قال لك ما بغيناش؟ ظهر الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا. هذا يوم النصر، هذا رضات الوالدين ديال الشرفه ديال المغاربه كاملين. الله اكبر، ان ينصركم الله فلا غالب لكم. هذه بلاد الشرفه، كاع ديال امهم اللي كلاو من خيرنا وشربوا من ماءنا وتهلينا فيهم وخرجوا انه يبداو يديروا فينا داكشي اللي داروا، او ربي نصرنا. تنحييو كاع الناس اللي وقفوا على هذا الدوسي هذا انتصار، وخص كاع المغاربه يبارطاجيو هذا الخبر في لي باج ديالهم. ما يبقاش شي مغربي ما حطش هذا الخبر ديال الانتصار وديال السحب ديال هذه الكاس هذه، لانه فري الاخوه الكرام راه تظلمنا. وتفكروا هذاك النهار فاش خسرنا الماتش كيفاش كانت النفسيه ديالكم الاخوان والاخوات، كيفاش كنا ذاك النهار. كاين اللي 3 ايام ما كان ما كتبغيش دوز ليه، وبنادم قاعد كيشطح وكيفرح والناس خرجت حاجه يا رب العالي، حاجه في الجزائر باش تمشي تصلي الصلاه ديالها خارجه كتفرح. فيفا السينيغال، بغيناها السينيغال اخويا، ها لامك السينيغال، شد البوغاندي ديال السينيغال لامك. اسمحوا لي يا اخوان، اسمحوا لي، كنهضر من قلبي. انا هذا الخبر افرحني ما نكذبش عليكم. علاش؟ لان داكشي اللي دوزوا علينا راه ما قليلش. شد لامك دابا في ديال السينيغال، ها دابا فيف الماروك. الحمد لله بصحتكم المغاربه والمغربيات، تفرحوا ما تسوقوش لشي قندوح. دابا راه غيخرجوا غادي يبقاو عليكم ديتو على الكولاسه. اييه ديناها بالكولاسه، بالجوساسه، بالعوساسه. اجري لامك طوالك، اعلى ما في خيلكم ركبوه. ما تسوقوش للبشر. يطلع شي واحد يبقى يبرر لشي مصري منتن ولا شي جزائري مخنز ولا شي قنيديح، ما تطلعش برر لشي قندوح. اللي قال لك ديتو قول له بصحتنا، حاكمينها. تبقى يطلعوا دوك الاخوات ودوك الاخوان، لا انتوا اخذتوه بالجوساسه والعوساسه وكوساسه. لا اخذناه، ايوه اخذناه. عند امك حاجه، عند امك حاجه، اخذناه. هكذا بقاو تهضروا مع بنادم. خرج لي عينيك اخويا، خرج لي عينيك في البشري. السلام عليكم. قول له خرج امك دابا غوت للسن. مغربي هي قول لي نزيد على ولدك اخويا الراي، هي نزيدوا على الصحراء ياك اللي يهضر معاه نقول دينا بالصحه ياك. السلام عليكم. صك عبيله، حنا في الصحراء كنقولوا صك عبيله. بغيت تقول بزز منك كنقولوا صك عبيله. خدينا دين مولا كوب دافريك صك عبيله. إلا سمحتي الأخ المغربي نقرأ عليك الخبر كامل. إذا المنتخب المغربي بطل لكأس إفريقيا 2025. لجنة الاستئناف تعتمد خسارة منتخب السنغال في نهائي كأس إفريقيا 2025 بالمغرب وتعتبره منهزما ب3-0 لصالح المغرب. القرار جاء بعد قبول استئناف الاتحاد المغربي وإلغاء قرار اللجنة التأديبية بسبب خرق السنغال للوائح البطولة وفقا للمادة 82 و 84. باقي القرارات هي كالتالي: إيقاف إسماعيل الصابري مقابلتين واحدة موقوفة التنفيذ، إلغاء الغرامة المالية اللي عليه ل 100 مليون حيدوا عليه 100,000 دولار، تخفيض غرامة الاتحاد المغربي لقضية جامع الكرات إلى 50,000 دولار، تثبيت غرامة 100,000 دولار بسبب التدخل في منطقة الفار، وتخفيض غرامة حادثة الليزر إلى 10,000 دولار. هذا هو القرار الأخير في انتظار الردود اللي غادي تجي من بعد. خلينا نزيدو نسمعوا إذا عندكم بعد الإضافات هنا، ونزيدو نسمعوا باقي الإخوة. طالب هنايا عماد السي ولسن هاجة. انا خويا درت غير تفضل دريس واحد دقيقه غير ما قلت لك خويا واحد القضيه حنايا. خلينا نسمعوا. انا روسي هبط وخذ الكلمه نتايا. تفضل سي عمرو. تفضل. نو صراحه انا كنشوف هنايا عند الكاف وما كتبوا هذا الشيء بالونجلي. نتمنوا غير انه يكون يعني نهائي. ما عرفناش والسينغال قبلات هذا الحكم هذا اللي يكون عاود شي، واخا انه حتى الا مشاو للمحكمه الرياضيه طبعا الحال المغرب غادي يفرعهم، لان واضحه القضيه ديال الخروج ديالهم من الملعب هذه ما فيهاش شك. دايرين 3-0 خسروا فورفي، يعني القضيه واضحه. يمشيو للطاس ولا يمشيو فيما بغاو. يسال العديد من المداد وستفتح اللايفات على طويل المدى. اذا الحق حق، ما متى أراد به باطلا يعود الحق إلى أصحابه. مبروك لكل المغاربة. خلينا نسمعوا الأخ عماد
ثم نعود لنصعد باقي الإخوان المغاربة. عماد، مساء الخير. اخويا انا راه مازال السلام عليكم. مازال اخويا انا كنشوف في الاخبار راه كلشي كيدوي في لي شان، كلشي داير الخبر. دونك سي كونفيرمي. اللي بغيت نقول لك هو انه انا اللي بغيت نقول هو انه لحد الان مازال ما سمعتش ولا شفت باللي الكاس تعطى للمغرب. سي فري الاخرى السنغال خسرات، ولكن ما قالوش باللي الكاس خداها المغرب، فهمتيني؟ قالوا باللي راه خسرات 3-0، ولكن لو سور ديال لاكوب مازال ما عرفناش. دونك خصنا نتبعوا شنو جاي في لان دابا هذه مساله فيها استئناف. يقدر حتى السنغال تستانف، المهم ليسونسيال بالنسبه لينا هو انه الماتش خسروه، والماده ديال 82 و 84 في صالح المغرب. واللي بغيت نقول لك انا هو حتى داك التعطال في لا ديسيزيون ديال الركراكي، جو بونس كانت الجامعه كتسنى هذا القرار. مالوريوزمون اللي جا من بعد الاستقاله ديال الركراكي كانوا يمكن كيتسناو هاد لا ديسيزيون هذه اللي خرجت ربما متاخرا، لانه في هذه الحاله هذه الركراكي راه الا خدينا الكاس راه يستحق انه يستمر وخصو يستمر. دونك حتى داك التمديد في الاعلان عن استقاله القجع ربما كان سر في انتظار هذا القرار هذا ولا هذا الحكم ديال لجنه الاستئناف. دونك مبروك علينا، خصنا نفرحوا ديجا باش نعرفوا باللي راه الامور كتخاد بجديه في الدواليب ديال الكاف ولا الفيفا، لان هادشي فيه حتى الفيفا وفيه الطاس. والخطير في الامر هو انه وراه هذا الحدث هذا شفنا بزاف د الفروق اللي داروا نفس النهج، بداو كينسحبوا، بداو كيخرجوا اي ديسيزيون ديال الاربيتر. دونك ربما هذا الحدث هذا كان سيفسد لكره القدم الاخر ديال لو شارم ديالها والقيمه ديالها. دونك خص يكون واحد الحكم في هذا الاتجاه هذا، وخص يتردع اي فريق دار بحال هذا المستوى هذا. ومبروك علينا وتبارك الله عليك اخويا دير. قلنا لك خلي داك الجلابه راه فيها شويه البار وتبقى دير هذاك الجلابه اخويا. دابا نقدروا نضموا 2028 ياك ما فيها باس. لا دابا حتى الروبور ديال لا كوب دافريك فيمينين راه دابا تروبورطات، لانه كان المغرب بحال ما راضيش على القرارات ديال لاكاف. ربما حتى هذه ديال بطولات افريقيا للسيدات ربما يقدر يتراجع وينظمها قبل الصيف. دونك الامور تطورات بشكل في صالح المغرب، وهذا اللي يدل عن شيء ما يدل على قوه الاداره ديال المغرب وعلى راسها في السيد فوزي القجع. دونك كاين الناس اللي كتخدم في الخفاء، كاين الناس اللي خدامه كما خدمنا في الصحراء، كما خدمنا في هذا لا كوب دافريك. الامور لان ما يمكنلكش دابا، لان حتى الدرس اللي كتعطي للناس ممكن تنظم كاس افريقيا، ولكن سويت لان واحد حس باللي هو بوتيتر غير فشي ديسيزيون ديال الحكم ماشي معاه، غادي يدير لك سكوندار في لا فينال وياخذ لاكوب صافي. هذا غادي يولي بحال برينسيپ. صحيح، فهمتيني شنو بغيت نقول لك؟ اكيد تفضل. قلت لك هذه القضيه ديال لاكوب باغ اكزومبل ديال 50 عام، انا ما على باليش ديتو صافي سال الفيلم، حيت دابا شحال مغربي كيدير في دماغه لا راه 50 ومن بعد راه لونغلتير شتيها. لونغلتير شحال ما داش كوب دي موند. لا هولند بكريف كانت كيلعبوا وما داش. دونك صافو دير حنا دينا كوب دافريك سال الفيلم من هذه الناحيه. ابار هادشي السبور ما نعاودش لك. وهاد القضيه اللي قال الدري اللي كان تحتي ديال دابا المغرب سد عليهم بيبان وطلع النيفو طالع، وهنايا كاين ديك واحد ليكونومي تيماجين ميم با واحد السيركوي ديال الفلوس. اكيد. والمشكل عاوتاني انا غنسالي دابا. والمشكل الاخر هو ان الكارثه اللي وقعت في المغرب بدات كتكرر في بزاف البلدان. غادي يحدوها بيان سور باش ما تطولش. فوالا الفو كيل سوا نزيدوا نستقبلوا اخوان اخرين غادي نعتذر. اسمح لي انا روزا، اسمح لي ما تقلقش مني. غادي نزيدوا نسمعوا ربما الراي المغربي. هل من جديد؟ الجديد نحن هنا في عموم أجواء الجزائرية نترصد هل سيكون هناك بكاء، هل سيكون هناك نواح، هل سوف تشهد الجزائر هطول أمطار الدموع من البلاطوهات الجزائرية.
كل هذه نحاول ترصدها وسنقوم بإنجاز تقارير إخبارية عن هذا الوضع الآن، لأن هناك صدمة في الجزائر بعد صدمة موت لاريجاني واغتياله في إيران. الآن صدمة إعلان الاتحاد الإفريقي الانتصار لحق المغرب في كأس إفريقيا. فبالتالي التطورات، هناك صدمة في الإعلام الجزائري. سبقت قناة الشروق أونلاين أن نشرت الخبر وقالت بأن الاتحاد الإفريقي يمنح الكأس للمغاربة، وهذه كلمة يمنح يعني وكأن المرأة ستلد، وكأن الصحافة الجزائرية سوف تلد. فوجع كبير جدا. سوف نحاول أن نرصد هذه الأخبار. سنستمع إلى لاتينو وبعدها ندخل مباشرة في النشرة الطنزاوية. مرحبا استاذ لاتينو، اهلا وسهلا بك. يحفظك الله يحفظك. واخي هاد الفرحه هذه والله لا فرحه غريبه من نوعها، ولكن كتبقى فرحه. مبروك علينا، مبروك علينا خوتنا. انا اللي بغيت نعرف اول حاجه طاحت لي في بالي، شكون الصقع اللي تقبلت دعوته كالبر الناس يدعوا بالجنه، الناس يدعوا بالجنه، الناس يدعوا برضه الوالدين. شكون هذا اللي تقبلت ليه الدعوه؟ ما شاء الله خويا، والله لا فرحه هذه ما شاء الله. اش نقول لك، انا ما كانش عندي كاع نية في حسبان. واش نقول لك، راه ما كذبوش هاد الناس في الجزائر، راه القضيه فيها القجع. لقجع عاود ثاني دابا شوف عاود ثاني غادي تشوف الفيديوهات غادي غيبقاو واحد الشهرين. لقجع اخويا مبروك علينا. انا راه ما نطولش. تحياتي لك وللرأي المغربي ولجميع المغاربه، مبروك علينا. حقيقه دازت بهذه القضيه هذه، ولكن كتبقى درس. وكنتصور الفريق الوطني المغربي كيفاش كل واحد فيهم من البكاء اللي كانوا بكاو، لانهم كانوا حسوا بانه ظلموا. ولكن دابا كنتصور بونو حكيمي الشباب كلهم الدراري هكا فرحانين دابا وكيتكاتبوا وكيتصلوا بيناتهم. الحمد لله. تحياتي والسلام عليكم. ربي يحفظك يا استاذ لاتينو، حفظك الله ورعاك، وشكرا لك دائما على المداخله والتواجد. دعونا نستقبل الاخ الرأي المغربي في نشرة طنجاوية. اهلا بكم مشاهدينا الكرام متابعينا، مبروك فطورتكم، مبروك حريرتكم. اهلا بكم الى نشرة الاخبار الطنزاوية والى العناوين. في خبر مزلزل مدلدل مهوهو مسرسو مفرفر، الاتحاد الافريقي يؤكد فوز المنتخب المغربي ب3-0 في المباراة النهائية التي جمعته مع منتخب السنغال المنسحب من المباراة. ردود الفعل الدولية والعربية والإفريقية والسنغالية والمغربية والجزائرية حول خبر كالانتصار الاتحاد الإفريقي للمغرب. ما هي آخر التطورات في كارغولستان التي خرجت فرحا بفوز صاحب المونغو السنغالي؟ ما هو مصير الركراكي؟ وهل سيعفو المغاربة عن إبراهيم دياز بعد انتصار الكاف ورجوع الكاس إلى حضن المغرب؟ سوف نطرح هذه التساؤلات في النشرة الإخبارية. كانت هذه أبرز العناوين، وإلى استديوهاتنا المركزية مع إدريس العالمي. أهلا بكم. اهلا بكم وتحيه لكل متابعينا في كل اصقاع العالم. في خبر عاجل وآنين، وصل قبل قليل اعتماد الكاف المغرب فائزا على السنغال في نهائي كأس افريقيا ب3-0. ما هي آخر التطورات لهذا الخبر مع مراسلنا من مقر الكاف الاتحاد الافريقي لكرة القدم وآخر التطورات؟ تفضل مراسلنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام
المتابعين، وبينما المغاربة يجمعون طواب الفطور وضربوا حريرتهم هانين مهنين، وبينما من يكمي منهم يشعل سيجارته، ومن هو متوجه إلى الكوزينة لغسل المواعين يستعد، وبين من ما زال يستعد للذهاب إلى صلاة التراويح، خرجت الأخبار في وقت لم يتوقعه أحد. الاتحاد الإفريقي الكاف يعلن فوز المغرب بنهائي كأس الأمم الإفريقية المثير للجدل، وينتصر للحق والحق لا يعلى عليه. بينما نزل هذا الخبر كالصاعقة على أعدائنا، نزل هذا الخبر كالثلج والأمطار على المغاربة. الهلهلات والأفراح والزغاريد في الشوارع وفي اللايفات والمداخلات والجستات والتعاليق وفي الباجات والقنوات، بين من هو مصدق من المغاربة وبين من هو يقول واش كتخرطوا علينا، واش كتنزوا علينا. هذه هي الحقيقة. الإعلام الرسمي وبين سبور والهداف وغيرها من القنوات الدولية تتحدث أن الاتحاد الأفريقي فعلا نشر الخبر وأكد أن انسحاب السنغال يعني هزيمتها ب3-0 ومنح اللقب للمنتخب المغربي الذي كان يستحقه عن جدارة. من هنا نؤكد على أن الحق يعلى علينا، ونوجه رسالة لدوك الرطبين، لدوك اللي دايرين فيها شوية جونتين. لا احنا بغيناه بالقدم، ما بغيناش بالقلم، بغينا لك واحد الحبة في واحد البلاصة، سير تكمش. بغينا جدبوا هذا الكاس كما بغا، كما جا، كما بغا يكون، سواء بالقلم أو باللقجعة أو بالوسوسة أو بالهوسسة أو بالعوجسة أو بالهرسسة، بأي طريقة كانت. فما مر علينا في الأيام التي انهزمنا فيها ليس بالقليل، وما أفرحنا من كثرة الحساد والحقاد والعباد وولاد الكلبات الذين لا يربحون ولا يتركون الناس تربح، خصوصا الجزائريين من بني قردون. لقد فزنا وديناه صك عضيلة كما يقول إخواننا في الأقاليم الجنوبية. اللي عجبه عجبه، واللي ما عجبه فالبحر من أمامه والكأس عند المغاربة من خلفه. الحاسين السناغلة ما مصيرهم؟ هذا ما سنتابعه في التقرير القادم. خلل في الاتصالات بسبب تشويش من منظومة الباتريوت. نعم، وعاد الاتصال مجددا. اهلا وسهلا بكم. دعونا نقول ونطرح السؤال على اخينا ونستغل تواجده بالمقر. ما هي دعونا نقول يعني ارتدادات التي ستحدث سواء داخل السنغال او الدولة المجاورة الجزائر بعد هذا القرار العنيف جدا والذي دعونا نقول لم يكن متوقعا؟ تحياتي لكم مشاهدينا من هنا من قصر مرادية بالجزائر، حيث أعلنت الجزائر عقد اجتماع عاجل للأمن والصحة النفسية الجزائرية، وذلك بعد إعلان الاتحاد الإفريقي سحب كأس الأمم الإفريقية من منتخب السنغال الذي لحس ولعق الجزائريون أرجلهم في الباجات والصفحات والقنوات والبلاطوهات ليل نهار، بل أن الجزائريين أخرجوا جداتهم وأمهاتهم ونسائهم وبناتهم وأطفالهم فرحا، وبدأوا يشطحون ويرقصون وهز يوز الجزائر في الشوارع فرحا بفوز السنغال، مثلهم مثل فئات واسعة من المصريين والموريتانيين والهولنديين وعدد من البلدان الحقادة التي عرفها المغاربة. وبالتالي فإن الوضع في الجزائر هو الصمت المطبق.
الإعلام الجزائري كانت قناة الشروق سباقة لنقل هذا الخبر، حيث قالت إن الاتحاد الإفريقي يعلن سحب الكأس الأمم الإفريقية من السنغال ومنحه للمغرب. فهناك الآن محاولات من الذباب الإلكتروني التابع للجزائر لخلق رواية وسردية لمحاولة التنقيص من قدر هذا الخبر من خلال قوله لقد كولس نقجع، ونقول لهم نحن المغاربة نعم كولسنا جدمكم، نعم دينا سكع ضيلة، نعم. وبالتالي هذه هي التحقيقات الآن، البكاء في الشيراطون والصمت في الشوارع الجزائرية بعد الخبر المزلزل من الكاف. هل يتقبل الشعب الجزائري هذا الخبر أم أنه ستكون هناك تغيرات أخرى؟ كيف سوف تمر هذه الصدمة في البلاطوهات الجزائرية؟ وخصوصا هذاك اللي قال لهم أنا مع الكونغو، دابا انت مع المونغو السنغالي، فبصحتك بيه ودهن زيت العود. من هنا إلى هناك. إذا نحيي أخينا الكريم من قصر المرادية، ودعنا نستغل تواجدنا هناك لتعرج لنا على مدى صحة أحد الجزائريين المطبلين بعد يوم أمس وبعد خروجه من قطر، ربما بعد تداعي مساندته لإيران. الآن يأتيه الخبر الثاني تحت طائلة المصائب لا تأتي فرادى. تفضل أخينا الكريم، نحن نتكلم على الطعراجي. صحيح، هي حقيقة الصدمات متوالية، خصوصا بعد ما يحدث في الشرق الأوسط من دك ودكدكة وسخسخة للنظام الإيراني الإمامي الرافضي، الذي كان النظام الجزائري يتفاخر بعلاقاته معه. وما إن رأى الطائرات الF-35 وأيضا البارجات والسفن الحربية الأمريكية تدك الإيرانيين، سارع النظام الجزائري إلى ضرب الطم والسكات والصقيل وعدم تحريك الثقبة السوداء الغواصات الجزائرية أو أي شيء. وها هو الخبر الآن يأتي من القطاع أو المجال الرياضي، فبعد أن تم طرد الطعراجي ونعله وسخسخته وسب جد ابوه من قبل القطريين والخليجيين، جاء دور الاتحاد الإفريقي ليؤكد على أن كل الروايات التي كان ينشرها الطعراجي المنتن المخنز الفتان ها هي الآن سوف تأتي من المغاربة الذين سيضحكون عليه ضحكة شريرة. ما شديتي فينا شد في ديال السنغالي البوغاندي محمد مامادو ساندو. وبالتالي هذه التطورات هي متسارعة حقيقة، وتأتي واحدة تلو الأخرى من قبيل المثل القائل المشاكل لا تأتي فرادى ولن تأتي فرادى. فهذه التطورات تؤكد شيئا واحدا، أن الشرف اللي قرب لهم يلقاها. من هنا إلى هناك. منظومة الخرط الجزائرية تشوش المايك. دعونا نستغل تواجد مراسلنا ونستغل تواجده لكي نسأله ما مصير المدرب السابق السرقراقي، وهل تواجد وهبي مجرد أيام تأتينا الأخبار السارة عودة الكأس؟ وتحية لكل الأطر المغربية. تفضل. تحياتي لكم مشاهدينا. فعلا هذا التساؤل بدأ يتبادر إلى الأذهان، وخصوصا بعد خبر المزلزل المدوي الذي أعلنه الاتحاد الإفريقي. ما هو مصير الرقراقي الذي مسكين نقول أنه جات فيه جرة بالمضرة، وبالتالي يبقى اسما كبيرا مغربيا، ولكن أعتقد على أنه دوزنا معاه الحلوة والمرة وفرجنا معاه. ولكن السؤال يطرح، هل
يعود الركراكي بعد إعلان أمن القضية سنتركها لوهبي ويبقى بنا إلى كأس العالم، أم أن الموضوع انتهى وحسم بشكل نهائي؟ وبالتالي هذه الأخبار أعتقد تأتي من منظور طنزاوي فقط، أما اللي وقعوا واللي دا الصرف داو هو اللي وقع شيرا وقع. لكن يظل تساؤل أيضا، هل سيغفر المغاربة بالينكا إبراهيم دياز بعد خبر الكاف؟ هل سوف يعيد إبراهيم دياز بالينكته في كأس العالم؟ الله يرحمه وين بلاش. وهل تحياتي لكم الاخوه الكرام. مبروك عليك اخويا الراي المغربي، مبروك اخويا الطنزاويه. هذه النشره نسعى من خلالها الى رسم الابتسامه على وجوهكم. ستظل النشره الطنزاويه في منصه ادريس العالمي ما دام ادريس العالمي لا يناقش شخصنه مواضيع جانبيه بعيدا عن المواضيع الاساسيه. فبالتالي نعيد ونؤكد، نقف من وقفه واحده مع الجميع في اطار استمرار هذه المساحات واغنائها وخلق الفرجة فيها بعيدا عن الشنآن، لأني أعتبر الجميع إخوة، ما عدا ندين كل أشكال السب والشتم والطعن والضرب في الأعراض. نعيد ونؤكد موقفنا واضح منها، لا رجعة فيه، وبالتالي ندعو الجميع إلى أنه الاستمرارية في مواضيع الأساسية. وخيرت مرحبتي سي سمير. تحياتي واهلا ونرحب بك سمير، مرحبا بك سي ادريس، مبروك علينا. كيف الحال؟ اليوم كان عندنا لايف واعر اخويا سمير. لا سمحي، شفتوا ضربت واحد لا تبارك ما شاء الله. لا يصح الا الصاحب، سبحان الله العظيم. شوف والله واحد درس واعر الانسان خاصو ياخذه، العمل في صمت. صح، تخيل كنت انا ديك الشوشره وسنعمل وسكذا وسكذا. لا خويا، لا، شوف اعمل في صمت حتى تقضي الغرض وفرق على بها. صح والله سبحان الله. صحيح. غير الاخوه واحد النقطه مهمه نسيت ما قلتهاش، راه دابا باقي راه السنغاليين 100% غيمشيو للطاس، اذا كانوا غادي يمشيو للطاس. لا، ولكن اخويا الراي المغربي، شوف لاش سي هذا ما وعجبو النص. كاين نص واضح اللي هما المادتين اللي ستاند ليهم الكاف، باش ماده 82 و 84. واش فرقه كلها خرجت بقى غير واحد؟ هذاش القانون تيقول ان اقل من 8 لعابه على الميدان صافي الفريق يعتبر منسحبا. صح، وما خرجوا كاملين بقى غير واحد، يعني نص واضح. والطاس راه غير مسيس، راه ماشي بحال الكاف. طاس يحكموا بالنص. صح، النص واضح، فيديوهات كاينين، بغاو يمشيو يتشوهوا في الطاس، مرحبا بهم، سيروا نعمل اجريو جهدكم، لا. وعاوتاني السي ادريس، الكراغله اللي فرحوا مع السنغال والزره كيفاش غايبين يبكيو معاهم؟ فرحتوا معاهم بكيو معاهم، ما يمكن. والله الا فري. هذه نسيتها من النشره الطنزاويه ديالك. والله الا مشات لي هذه، مشات لي. شوف لما التحرير لا وسقوا تعاونوني في الكومنتيرات اصاحبي، ما هادشي هذه مشات لي دابا. كما فرحتم معهم هل ستبكون معهم؟ غير واحد النقطه نحضروا من الاخوان، دابا غادي يبداو عاوتاني في ديك الفتنه بيننا وبين السنغاليين. المغاربه كونوا ذكيين، ادفعوا كبير على بنادم، خلي اللي بغى يبكي يبكي، ما تسوقوش للبشر. صحيح. شوف دينا الكاس، اللي بغى يبكي يبكي، اللي بغى يقول كولاسه يقول كولاسه، اللي بغى يقول شريناها فمو، هذاك اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. المهم حنا الكاس اديناه، النجمه الثانيه غنعلقوها. المصريين انت توقع من دابا راه دايرين دابا بلاطو تحليلي في الجزيره، وبنادم كتحس بيه مقجوج، خاصه المحللين المصريين مقجوجين اصاحبي، والله الا مقجوجين. انت غتشوف المؤثرين ديالهم، فضيحه تهز اركان الكاف، المغرب يستغل فوزه نقجع نفوذه وياخذ الكاس بعد ان اخذت السنغال. المغرب انت غتسمع بحال هادشي بزاف. وانا من لا غير اخويا سمير، غير المهم فهادشي اخوان، لا الاخوان المهم فهادشي اللي قال الاخ سمير هو غادي يكون غير المغاربه ما تفاعلوش مع هاد لي فيديو.
عافاكم ما قلتي الكاس تفعلوش المغربي. بهذا الفيديو، ما تعطيوش خلينا لهم نمشيو. قيمه. اللي بغى يقول شي زفته يقولها، ولكن نتوما خصكم تنخرطوا. انا قلت جميع المغاربه خصهم ينشروا هذا الخبر هذا في البروفيل ديالك، في الحساب ديالك، بارطاجي هذا الحساب، وفيما طرح لك شي فيديو كيهضر على هذا الموضوع بشكل ايجابي لصالحنا هو اللي تبارطاجا. اما بوزبال اللي غيخرج يبقى يقول لك جاع كذا، ما ديرش ليه داك التعليق، ما تعطيش لهم قيمه. خلي الشحتاوي ولا الخنزاوي ولا الهرقاوي اللي بغى يكون يهضر، ما تسوقش له باش ما تعطلعش ليه ليفي، وباش ما تعطيوش قيمه، وباش ما يحسش بانه ضركم. صحيح تكونوا فهمتوني. صحيح. وانا من هنا كنقول لهم تفضل. اللي بغى ينطح راسو مع الحيط ينطح راسو مع الحيط كما بغات تكون الجنسيه ديالو، واللي بغى يقول عندنا شي حاجه يقولها. الكاس ان شاء الله ديناها، النجمه الثانيه غادي نطرزوها سيدي النجمه الثانيه. اكيد. بالمناسبه توني جديد ديال السينيغال هذه واحد اليومين ما خرجتش فيه النجمه الثانيه، تما كانوا حاسين بها، والله العظيم ما كانش النجمه الثانيه بالله توني جديد ديالها. وحتى الكلاسمون ديال المغرب غادي يزيد يطلع عاود بلوس. مي بطبيعه الحال لا، شوف انا سمعتها من ناس متخصصين اقسم لك بالله العظيم، هضروا على هذه الماده 84 بالضبط، 82 و 84. قال لك هذه الماده هذه ما فيهاش اجتهاد، لا اجتهاد مع وجود النص. صافي نص واضح صافي انسحبتي راك فورفي صافي الله يعاونك. صحيح. ما فيهاش زعما هاولها، لان هما خرجوا من التيران. دابا عمر وقعات هذه يا صاحبي، نورمالمون اللي كينسحب تيبقى في التيران، فهمتيني؟ علاش؟ لان بمجرد كتخرج من التيران راك خسرتي، كتبقى في التيران كيعطيك لاربيط مهله ديالك مع واحد ربع ساعه ولا شحال، كيستاشر مع مندوب المقابله، من بعد كيصفر صافي ديك الساعه فورفي. اما الا خرجتي بار ديفو صافي راك انت منهزم. لا وزيد عليها هذاك رئيس لجنه الحكام هو اللي اشار على الحكم غيتوقف هذاك اخويا الراي المغربي باش ما يعطيش بطاقه صفراء للاعبين السنغاليين، لانه القانون تيقول اللاعب الا خرج بدون اذن الحكم من التيران لازموا بطاقه صفراء، وكون عطاهم بطاقه صفراء كاملين كانوا غيخرجوا لهم جوج ولا ثلاثه بحمراء قبل ما يرجعوا للماتش، وهذا الشيء ما طراش، فبالتالي كانت خروقات قانونيه كبيره. الرأي المغربي سنعود في لايف مع 12 ليلا إن شاء الله، وسنستمر إلى الفجر بإذن الله. خلينا نمشي نقضيو بعض الأمور ونعود إن شاء الله. سير أخو الله يسلمكم إن شاء الله. سي سمير يا إخوان تحياتي لكم كاملين، عواشر مباركة. مازال الله شكون راينا الليلة السيدي. لا ما كاين. يلا نحييكم جميعا. تحياتي سي سمير. وأنا بدوري سأختم هذا اللايف بالنشيد الوطني المغربي: لا علو على المغربي وعلى المغاربة. تحياتي لكم جميعا. وين الملك